النهارده هنعمل المارشميلو بمنتج واحد بس، بجد بمنتج واحد. انا لما عرفت الطريقه اتخضيت بجد. يلا بينا نعملها. هنحتاج كيس واحد بس. بعد ما فضينا مكونات الكيس هنحط حاجه واحده بس، فنجان ميه سخن. هنحط بق صغير مش كتير. هنجيب المضرب، هنفضل نضرب فيه لحد ما يتحول بالشكل ده. يبقى كده خلاص المارشميلو جاهز معانا. انا بجد اتصدمت بعد ما عرفت ان هو سهل كده وبيتعمل بالطريقه دي. ده سهل قوي. هنجيب نشا بقى ونحطه في طبق وندلق بقى عليه المارشميلو اللي احنا عملناه. اللي عنده قوالب يحط، اللي عنده بقى حاجه تانية غير الطبق ده يحط، بس اهم حاجه يبقى شكله حلو وصغير. وما تنسوش النشا. انا بجد متحمس قوي اشوفه بعد ما يخلص. نحطه في التلاجة ساعتين. نفضيه في طبق بقى. وعملت اكبر واحده مارشميلو ونعمل لهم ميكس كده بالنشا، وبعد ما يتغرقوا بالنشا ننخلهم، وبكده بقى جاهز. ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ يلا ندوق. انا عايز اقول لكم بجد ان طعمه احلى من المارشميلو، وكمان طعمه مركز قوي، فهتحبوه قوي. هسيبكم انا بقى عشان انضف الدنيا.